السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جامدة جدا، اوجي فاتشامو بايلا سبانيولا. يعني النهارده هنعمل مع بعض طبق اسمه البايلا، وهو سبانيولو يعني طبق اسباني، من الحاجات المميزة جدا لانه اشهر طبق في اسبانيا وكمان مشهور في اوروبا. فطبعا ده طبق مميز، فلازم كنت اعمله لكم علشان يعني اعرفكم حاجة جديدة. وطبعا طبق طعمه جامد جدا جدا جدا، فطبعا يعني الوصفة ما تتفوتش ولازم كلنا نعملها. اول حاجه استخدمت هنا الكوتسه، جبتها وغسلتها ونضفتها، عملت لها صدمه بمعلقه زيت زيتون في طاسه سخنه وبس كده. هسيبها تفتح، قلبتها زي ما انت شايفه في معلقه الزيت الزيتون عشان محتاجاها تفتح وتنزل السوائل بتاعتها، والسوائل بتاعتها مش هرميها لان انا هستخدمها. يبقى دي اول خطوه عملناها مع بعض الكوتسه. وتقدري تستخدمي الجندوفلي لو ما فيش الكوتسه اللي هو يعني بلح البحر، تقدري تستخدمي الجندوفلي. يبقى دي كده مبدئيا اول خطوه عملناها، وتقدري تعملي بديل ليها الجندوفلي. تاني خطوة معانا هنا هنحط حوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم مصححين زي ما هما كده، مش هنفرمهم ولا حاجة. معانا معلقتين زيت زيتون، وهعمل صدمة للجمبري بتاعي. نوع الجمبري اللي انا استخدمته دلوقتي هتشوفيه الارجنتينو اللؤون، وحجمه بيبقى كبير شوية. ده طبعا منضفاه فاتحة ظهره وشايلة منه كيس الرمل. وهعمل له صدمة على الجنبين مع فص الثوم او فصين الثوم اللي انا حطيتهم. طبعا ده نص تسويه، يعني انا عملت له بس تشويحه كده وعشان اخد الصابوري بتاعه في الطاسه ومع الثوم بتاعي. ده الشوربه اللي نزلت من الكوتسه. يبقى دي السوائل كلها اللي نزلت من الكوتسه عملتها ايه؟ صفيتها في المصفى عشان ما يبقاش فيها شوائب ولا اي حاجه. والكوتسه قسمتها 2، اخدت نصها زي ما هي مصححه كده، والنص التاني طلعت القلب بتاعها. يبقى كده خلصنا خلاص مرحلة الكوتسة. طلعنا الكوتسة كلها او بلح البحر، شلنا نصه مصحح زي ما هو عشان هنحتاجه، والنص التاني اخدت قلبه، طلعت القلب ورميت القشرة بتاعتها، والشوربة بتاعتها صفيتها بالمصفى. خلاص كده شلت الجمبري بتاعي. تقدري ما عندكيش الجمبري الحجم الكبير ده، تقدري تستخدمي اي نوع جمبري، تشيلي برده كيس الرمل منه وتعملي له صدمة على الجنبين بس كده. الخطوة دي بقى دلوقتي انا نزلت مع الثوم واللي هو كان في الطاسة مطرح الجمبري، نزلت ببصلاية وشوحتها، اخدت كل الصابوري واخدت كل الطعم اللي في اللي في الباديلا بتاعي. ونزلت بالفلفل الالوان، ولازم تحطي فلفل سبايسي في الوصفة دي، هما الاسبانيين مشهورين طبعا بالاكل السبايسي. فلو مش بتحبي ممكن تشيليه، بس طبعا بيدي صابوري غني جدا وطعم جامد قوي. دلوقتي نزلت انا هنا معايا بالكالاماري. تقدري لو ما فيش عندك كالاماري، تقدري لو في صبيط اي نوع مثلا من الحاجات دي تقدري تستخدميها. لو ما فيش خالص تقدري تحطي مثلا سمك فيليه. في الخطوه دي تقدري تشوحيه مع الفلفل والبصل. واعتقد ان السمك الفيليه كمان متوفر واسعاره معقوله، فتقدري في الخطوه دي ما تحطيش صبيط خالص وتستخدمي سمك فيليه. هنا بقى الزعفران، وده حاجة أساسية في الطبق ما ينفعش ما نحطهاش. حطينا بابريكا وزعفران، حطيت كيسين من الزعفران. يعني حجمهم صغير بيبقى، بس طبعا بيدي صابوري جامد جدا. وطبعا معروف ان الزعفران ده من الحاجات الجامدة جدا. تقدري تحطي نص معلقة من الزعفران، وتختاري نوع زعفران كويس يعني يكون أصلي. بقيه الكتسه اللي احنا طلعناها قلتلك قسمتها، طلعت نصها قلبها منها، والنص التاني سبته بالجوشه بتاعتها او البوش بتاعتها، القشره بتاعتها دي طلعت منها بس القلب، ورميته هنا مع الصبيط ياخد معايا من صابوري البصل والخضار والفلفل الزعفران. وحطيت بابريكا وفلفل اسود. يبقى التوابل بتاعتي كانت زعفران وده اساسي، والبابريكا برضو، وفلفل اسود براحتك، الفلفل الاسود حسب الرغبه، والملح. كانت هنا بدأت السبيت بتاعي او الكالاماري ينزل السوائل بتاعته، وكنت محضرة الشوربة بتاعتي. الشوربة بقى ايه دي؟ جبتها منين؟ انا كان استخدمت كمان في نوع جمبري تاني اللي هو الجمبري الماتسنكولا، او الجمبري اللي هو نوع صغير شوية اللي هو زي القزاز في مصر. ده قشرته واخدت القشر بتاعه. طبعا كلكم عارفين انا بعمل شوربة الجمبري بتاعة القشور ازاي، عملتها في كذا فيديو. اخدت بقى من الشوربه دي والشوربه بتاعت الكوتسه، يعني اخدت من دي ومن دي. عايرت قد ايه بقى شوربه؟ انا هستخدم هنا مجين من الرز. والرز ده زي الرز المصري، تقدري تستخدمي رز مصري عادي. لو هنا في ايطاليا اسمه ارابوريا. ارابوريو ده يعني هو نوع الرز المعين اللي هتستخدميه هنا. لو في ايطاليا تستخدمي الرز اسمه ارابوريو، ده اللي هتعملي بيه الوصفه بتاعت النهارده. وما تنزليش بيه ديريتامنتي كده على طول، لازم تنزلي بيه نسري كده، يعني ترشيه حوالين الباديلا بتاعتك او الطاسه بتاعتك.
طيب لو في مصر استخدمي رز مصري عادي بيمشي برضو في الوصفة دي. وطبعا الرز المصري انتوا بتبقوا عارفين السوائل بتاعته، لكن الارابوريو ده بيحتاج سوائل كتيرة. يعني انا استخدمت هنا، ده كانوا مجين كبار، استخدمت عليهم حوالي 3 مجات ونص من السوائل. 3 مجات ونص من السوائل كلهم شوربة من الجمبري والكوتسة. فاحنا خدنا صفينا الكوتسه بتاعتنا وخدنا السوائل بتاعتها وعملت الجمبري، وطبعا صفيت الشوربه بتاعته كويس قوي. لو عايزه ترجعي للفيديو بتاع الشوربه هتلاقيه في الفيديو بتاع الملوخيه بتاعت الجمبري، او في الفيديو كمان بتاع المكرونه بتاعت السي فود كنت عامله فيه. ده بقى الجمبري اللي انا قلت لك قشرته. حطيت الرز، انا مجرد ما الرز غلى واخد اتشرب معايا شويه رحت نازله بالجمبري زي ما انت شايفه اللي احنا كنا مقشرينه، واخدنا القشور وعملنا منه الشوربه. هسيبه بقى يستوى مع الرز والبخار. طبعا انا قلبته زي ما انت شايفه الرز بدأ ياخد معايا ايه، استوى حوالي 80 او 90%. خلاص كده الرز معايا استوى. هبدأ بقى احط الجمبري اللي انا كنت شوياه في الطاسه بالثوم. هحطه بقى زي ما انت شايفه بالشكل ده. شكل البايلا يا جماعه كمان من الحاجات المميزه قوي، لانه شكلها بيبقى جميل جدا ويفتح الشهيه بصراحه. يعني هم ابدعوا بصراحه الاسبان في الطبق ده. حطيت بقى الكوتسه بتاعتي. عرفتي بقى النص الكوتسه التاني كنت سايباه ليه؟ عشان ده بيبقى على وش الطبق، عشان طبعا لازم تبيني ايه الحاجات اللي انت حطيتيها في الطبق. كلها معتمده على السي فود. استخدمنا كوتسه يبقى هنحط منها على الوش، استخدمنا جمبري هنحط منه على الوش. يبقى كل حاجه استخدمتيها في الطبق بتبين. دخلته بقى الفرن تحت الشوايه، اخد معايا 7 دقايق 8 دقايق. كان الرز خلاص اتشرب اكتر والوش اخد معايا لون كده حلو قوي. وزي ما انت شايفه حاجة جامدة جدا من الأطباق الجامدة المميزة. طبق روعة روعة روعة، يستحق التجربة فعلا. وطعمه بقى مش عايزة أقولك روعة، رهيب والطعم جامد جدا. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب، وما تنسينيش من لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والناس الجديدة عندي في القناة يا ريت ما تنسونيش من السبسكرايب واللايك والكومنت عشان يوصلكوا كل جديد. وما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. وبون ابيتي.